على مغربي جنب اخوك المصري او الجزائري او التونسي او الموريتاني، كلنا كده بربطة المعلم يلا بينا على الطيارة. خروج المنتخب المغربي رسميا من كأس الأمم الأفريقية بعد الخسارة أمام أحفاد مانديلا بهدفين مقابل لا شيء، ولكن هنا الكورة بتقولك اللي يضيع هياخد على قفاه وفين يوجعك. منتخب المغرب اللي بيضيع فرص كتير الشوط الأول ومع بداية الشوط الثاني، لكن مع وسط السرحان اللي في نص الملعب والخط الدفاعي يجي منتخب جنوب افريقيا ويلبس منتخب المغرب الهدف الاول. بعد كده بيرجع الروح بركله الجزاء، ولكن هنا اشرف حكيمي بيدخل ويضيع كل الاماني، وترتفع الاماني والطموح عند منتخب جنوب افريقيا، وفي المقابل كل الطموح ينخفض عند منتخب المغرب علشان التركيز يقل سواء في الحاله الفنيه او في الاندفاع. ودينا شفنا اندفاع سفيان امرابط وبياخد طرد، والفاول بتاع الطرد ده يجي الهدف الثاني لجنوب افريقيا، يعني يبقى هدف قاتل قاضي يقضي على كل اماني وطموح المنتخب المغربي، علشان نقول رسميا منتخب المغرب خارج كأس الأمم الأفريقية. ولكن في النهاية هارد لك لمنتخب المغرب والجمهور، والقادم أفضل لينا كلنا كعرب إن شاء الله. وكفاية عظمة لحد كده.